أعجبتني فأردت مشاركتها معكم. تقول: قبيل الزواج حذرني بعض معارفي من المشاكل التي سأواجهها مع سلفتي، والتي هي زوجة لأخ زوجي. فقد كانت عروسا عند أهل زوجي منذ سنوات، وأكيد عدم تقبلها وجودي ومشاركتها مكانها الذي كان مخصصا طيلة سنوات فقط لها، وأنها ستبذل قصارى جهدها بغية تلميع صورتها عندهم وإفساد صورتي أمامهم وأمامها. ومن شدة خوفي من الأمر لم أحاول الاقتراب منها، فلم أتحدث إليها بعد الزواج إلا للضرورة القصوى، رغم وجود منزلي في الطابق الذي لا يعلو منزلها، إلا أنني تحاشيتها قدر المستطاع، إلى أن فاجأتني بزيارتها ذات يوم حاملة معها صحنا مليئا بقطع الحلوى أعدتها بنفسها، فقمت بدعوتها للدخول، لكن رغم كل محاولاتي ظلت ترفض. ربما هي لا تريد ذلك، أو بسبب استيعابها لتصرفاتي الرافضة لها، فأعلنت بسرعة انسحابها. كم كنت سعيدة لتفهمها ذلك، لكن هذا لم يمنع إعداد حلويات أخرى بغية وضع قطع منها في صحنها وأنا أعيده إليها. فهكذا رأيت أمي تفعل دوما، لا تعيد الصحون فارغة مهما فرغت جيوبها. فاستقبلت ذلك بالابتسامة، وبعد أيام كررت محاولتها، لكن هذه المرة ببعض الفاكهة في الصحن ذاته، فوجدت نفسي ملزمة لوضع فاكهة أخرى مجددا وإعادة الصحن لها. تكرر الأمر كثيرا حتى بت أنزعج، فتملكني تذمر كبير في أحد المرات التي أرسلت فيها صحنها، ليس بسبب عدم قدرتي المالية لذلك، بل لعدم فهم غايتها من صحنها هذا. لعلها تود إثبات أفضليتها وطيبتها دوما. صدقوا حقا حين حذروني من محاولاتها في رسم الصورة الأفضل لها ومحاولة تشويه سمعتي أمامها. ومن شدة غضبي حملت ذلك الصحن وقمت بكسره، وكأنني بذلك حاولت التخلص منها ومن صحنها بشكل نهائي. حينها لمحتها تعود فجأة، يبدو أنها لم تغادر بعد، بل يبدو أنها سمعت كل ما قلته عنها، كل ما نعدتها به، وأنا أحاول طردها من بيتي وحياتي هي وصحنها. لكن ما فاجأني أكثر هو تصرفها الهادئ، وكأنها لم تسمع، لم تدرك، لم تنزعج، بل ابتسمت معتذرة وهي تخبرني عن ذهابها لزيارة أهلها، كما أوصتني بالانتباه على بيتها حتى حين عودتها إن لم يكن لدي أي مشكلة. كل هذا وهي متجاهلة كسري لذلك الصحن عمدا. فباشرت جمع القطع المكسورة وهي تقول: لا بأس بانكسار الصحن، المهم أن لا ينكسر الود. لم أفهم مقصدها، فابتسمت وواصلت كلامها: منزل أهلي بعيد جدا، وأنا لا أزورهم إلا مرة واحدة في السنة بسبب ظروف عمل زوجي. كنت دوما أشكو أمي وحدتي وأطلب منها زيارتي، هي أو واحدة من شقيقاتي، لكن بسبب البعد لم يتمكن من ذلك إلا نادرا. أتعبتني الوحدة كثيرا حتى علمت بخطبة أهل زوجي لك، فسررت جدا حين علمت أن إقامتك ستكون بقرب هنا. على الأقل في وجودك لن أشعر بالوحدة مجددا. حتى أمي شعرت بفرحتي، فقالت: نحن بعيدات عنك، ومهما فعلت معنا أو أخطأت سنظل أهلك، لكنها الغريبة الأقرب إليك، وحتى تغدو كأخت لك عليك بالحفاظ على صحن الود بينكما، فإن أخذته أنت إليها اطمأنت على حالها
وإن أعادته هي لك اطمأننت على حالك. ليس مهما كم يظل ذلك الصحن عند كل واحدة منكما، أسبوعا، شهرا، أو ربما أكثر، فكل فترة ولها ظروفها. المهم أنه سيعود، لأن الود ما زال مستمرا ولم ينقطع. فإن أسأت فهمها يوما سيشفع لها صحن ودها، وإن أساءت هي فهمك سيشفع لك صحن ودك أيضا. لهذا يا سلفتي رجاء، ومهما حصل معنا لا تسمحي للود أن ينكسر بيننا. كانت هذه آخر كلماتها وهي تغادر بيتي حاملة قطع الصحن المكسورة بين يديها، وكأنها تحمل كسور قلبها معها. ومرت الأيام وهي لا زالت في زيارة لأهلها، وخلال تلك الفترة جلست أفكر كثيرا في معنى كلماتها، وقارنتها بما قيل لي عنها ممن لم يعرفوها حتى. فكرت كثيرا حتى انتابني الندم مما فعلته، فحتى لو أزعجتني تصرفاتها وأتعبتني كان بإمكاني مصارحتها بذلك بدل كسر صحنها وخاطرها دفعة واحدة، بينما لم تبادلني هي ذلك، بل لم أرى سوى الود منها. وانتظرت عودتها بفارغ الصبر، وحين عادت رغم كل الخمول الذي كنت فيه نهضت وسارعت لتحضير أفضل حلويات أتقنها، وقمت بملء أحد أجمل صحوني بها بغية تقديمه لها، وتركت الباقي لنا. وما إن أنهيتها جاءني ضيوف بغتة، ضيوف أشعر بالخجل منهم جدا، خصوصا كونه زيارتهم الأولى لي. فارتعبت للحظة مما يمكنني تقديمه لهم، وتذكرت الحلوى التي أعددتها صدفة، أو بالأحرى التي جعلني ذلك الود بيني وبين سلفتي أعدها من أجلها، لأكتشف أنني أعددتها لنفسي حتى لا أحرج أمام الضيوف. فقد كانت أكثر بكثير من التي تركتها لها، فضيفتهم بما يليق وأنا أعد الدقائق والساعات حتى موعد مغادرتهم. فقد كنت متحمسة جدا لتقديم ذلك الصحن لها وشكرها، وما إن غادروا سارعت به إليها، وبمجرد فتحها الباب لي بابتسامتها المعتادة هاربت مني كل كلمات الشكر، فعانقتها سريعا دون تفكير وأنا أشكرها. حينها ضحكت وقالت لي: انتبهي، كاد يقع مني الصحن وينكسر. فأجبتها بابتسامة صادقة عكس التي كنت أحدثها سابقا بها: لقد قلت لي ذات يوم لا بأس بانكسار الصحن، المهم أن لا ينكسر الود. حتى لو كسرت صحوني كلها لحملت الود بين يدي هاتين وقدمته لك. أتمنى أن تنال إعجابكم، وشكرا لكم على حسن المتابعة.